العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نذكر قليلا كيف كان السلف أو منهج المسلمين في التعامل مع المصائب الكبرى حينما يأتي مصيبة كبيرة مثل ما حصل في الزلزال، أو قد يكون هناك مجاعة، قد يكون هناك مطر شديد، سيولات، فيضانات. كيف كان منهج الصحابة والإسلام، كيف ربى الناس أو الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ربى أجيالا، كيف كانوا يتعاملون مع هذه المصائب والجرائم والآفات العظيمة حتى نتعلم منهم قليلا. برايد عزيز اف جمعة يعني في درس هنا دام بحثا داين وساندنا صحابية پیغمبر عليه الصلاة والسلام و ام بجن منهجا كو اسلامي پیغمبر صحابية پرورده کر تربیه کر اوان صحابية لهمبر مصيبتك هم مازن بلاك هم مازن إنك بين كارثة إنك بين مصيبات إنك بين عردهج والحاصل جارها عردهجة جارها آفت بسر مربادا، يعني لهمبر مصيبتك عام، يعني خاص جيكي بتانينا قندكي قزاكي محلكينا عام اكهات بصد حزارة بلكي بچند مليون انسان كابن بني. صحابية ياجي اوان كسي كو اسلامي وان پرورده كريه اخلاقي وان چوا بول دهمبر ويا جا انفعن بكن برا مسلمان ما جبري دا وكا انا جاهل و نظام بون يا بري خدي عاقل بون خدي ايمان بون خدي خيرت بون زانبون مسألة چاره سر بكن. لو رأيرو هنا كجمع بسلمانة بريا كل حالة ما بسلمانة دنيرم عاجز من أن بجم خادي هم دمك مسلمان جروي عود وكا إيرو بخير بونه جبري دب كيري تشتكيناتنا فايدتنا بيا عجب وهابيا ياجي بري وقت مسلمان خادي إيمان وأخلاق بون بلاء ومصيبتك كباتا سريوان مسلمان وانا شهر سرد كر أم سري بشكي كان مسألة بيجن. أولا لماذا نذكر هذا؟ لأنه نحن الآن حينما ننظر إلى واقع المسلمين نرى المسلمين نائمون، لا يعملون كثيرا، لا يوجد بينهم ترابط وتعاون، يعني ضعيف جدا، متخلفين في هذه الأمور. هل هذا كان في التاريخ موجودا ولكن أم في التاريخ المسلمون كانوا أناسا أخرى، كانوا شاطرين أقوياء أذكياء يتعاونون فيما بينهم، كانوا يحلون المشاكل بأفضل وسيلة ممكن. كيف يكون؟ لذلك سنذكر هذا. مرة من المرات الصحابة هكذا يقول كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة، أتى قبيلة من القبائل من البدو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث فقراء لا ألبسة لا لباس لهم، كثير منهم فقط ستروا محل العورة كما تعلمون القبل والدبر، بعضهم لبسوا جلود الحيوانات، جلد الحيوان تعلمون ما هذا، لبسوا هذا. فنظر الرسول إليهم فاحمر وجهه، وهناك كلمات يقول تمعر وجه الرسول أي أصبح أحمرا وحزينا وقد أتى من عينه الدموع. الرسول كان بشرا يبكي أحيانا حينما يرى منظرا يؤلمه كثيرا، فالرسول يقول تغير وجهه. وبعد ذلك قال لبلال أذن حتى يأتي الناس إلى المسجد. كان هناك عادة عند الرسول إذا أراد أن يبلغ الناس شيئا يقول ناديهم بالصلاة، يقول حي على الصلاة، الصلاة جامعة بهذا الاسم. فجمعهم وقام الرسول فيهم خطيبا ذكرهم بالآيات والأحاديث وحثهم على التعاون. فذهب الناس وكل منهم يأتي بشيء يضعه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول تصدق رجل من ديناره من درهمه من تبع، الرسول يقول هكذا. فجاء الناس بأمور، بالتمر بالثوب بالخبز بالشعير، حتى اجتمع عند الرسول كومة يعني مقدار كبير من هذا الأمور. فالرسول حينما رأى كان يتهلل وجهه، أصبح أبيض من الفرح لأنه رأى بأن الصحابة يتعاونون، فرح كثيرا. إذن المنهج الذي يأمر به الإسلام أن نتعاون، أن يأتي كل منا بما يستطيع أن يأتي. إذا اجتمعت الأيادي وإن كانت يد ضعيف، إذا اجتمعت الأيادي يكون اليد قويا. هذا أول المناهج، التعاون بما يمكنك أن تقدم. جارة يكمين أن بيجن في مسألة هانيت وقت پیغمبر دا چه بو؟ قبيلكي عشيركي فقير هاتن جنب پیغمبر، فقير جلتنا خواردن تنا كتابو هاد بيجن به تعذيب.
پیش و پاش خو تدی ام بجن عورت پیش ظلام و پاشای و یبتنی گرته بود تشکی نبو فقیر بون دبی هناك جوان جلد حيوانه شرم حيوان الخوكر من بجن بزن بام بشم تنا بشكي بهفرا دروتي الخوكر او خاصك فقيرا شو فراني فقيري پر بو ليوانا دمك ده فقير دبي پیغمبر وان دید صور بو زر بو استرك شعبي هاتن خواره انسان بو پیغمبر نورمال انسان کی وکم بو يعني ام دگرين پیغمبر جد گریا ام بکنه پیغمبر جد کنیا پیغمبر عليه الصلاه والسلام راست پیغمبر بو لعين وقت دا انسان کی وکم بو خویناوی هبو عستی هبون قلبی هبو شعبی هبو میجی هبو کی فایده ها دگریا انسان کی وکم بو حسی هبون حس تشتدلی هبون ذي پیغمبر استر شعبی هاتن اوگو بیلال آزان ده برا ملت ورا جامعه از درس کی بجم آلیکاری کی بکم درکت و هات چند آیت اخوان آیت خدا عز و جل به خیرا بکن صدقه بکن جبون آخرت اخو تشکی بکن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث اخوان گو آلیکاری هف بکن اوانا فقیرن حتی حدیث کاویه مشهوره گو اتقوا النار ولو بشق تمرة گو خوش آگره جهنمی دور بخینن اگر کب نیو خرمه بجی نیو خرمه موزانه چنه خرمه نیو خرمه کی جانا صحابه يعني كتاب بيجن چما پیغمبر گوتيه نیو خرمه لورد به صحابي کی نیو خرمه آنی بو تشکیل مالای تنه برکی خرمه کاوی هبی يعني عجب نمینه نبی خوارد فقیر بو بره تنه بو نان تنه بو بخون فقیری پر بو فقیر برکی نیو خرمه کاوی به خرمه کی نیوی خواریه گوته په سحور اخو بکم برکی نیویش خو په افطار بکم نیو خرمه وی آنی دانیه وان پیغمبر دینه جبونك في صحابي هاني دلي خمجين نبى حدا بنيف خرمان عيب نبو جمرة پیغمبر بني قوتنا وي وقت حتى يرو التاريخ داتين بساندن بني انا دنقات وتبا وبصدا في كلمه هاتيه قوي بحزاره مسلمان في تشتيزانه وخش اغري جهنمي دور بخينن ولو بنيف خرمه بجي پیغمبر جبير ونكر في كرنا هاني ونيف خرمه بجي بدن آليكاريا فقير كي بكن خش جهنمي دور بخينن في تشتهانه پیغمبر گو صحابه خوینا وانگر بو کیف آنها چون مال خو آنی چه هبو دبی هنه که او قصا گنم آنی او برید گوتن ام بجن ناوک لی دادانین یعنی قم حجرات گوتن گنم هنه که او قصا بلکی جه هبو این کسا او قصا خرمه دانی هنه که ام بجن پرچکی جلیوی هبو آنی بطانی کی تشتکی آنی آنین و آنین یعنی دبی اوی حتی اوی خوینی بخرمه جانی پشت قاوت ندبی او کومبو گیش سرهب گیشا کیفا پیغمبر هات کیفا هات سپی بو صحابه دبیجن گوت نکا اونا مشهوره که صحابه پیغمبر کیفای پرباتا دگو وکا هی وکی سپی بو اوکا کیفای هاتی جا که انسان آنه غیرت آن هیا ترسا خواده دلیوان ده هیش خدای خو حست کن آلیکاریا برای خود کن اوی تشته هانه آنید و وان لوی فقیر هانه بلا کن اوی اول کوای دو وقت پیغمبر داشت اف مصیبت ابو یعنی به آلیکاری وان تشتا چاره سر دبن کس که نبیجه دا کاش مثلا جانا بیم آلیکاری توب ما 100 قرون نعی بس بدم نعی بحیره تصاد اساد او صد دبه 1000 قرون بني انا ایرام هات نمز گفت ام بجم 200 300 حبی سال وی جامعه ام لمج بکن هر یکی جمع ام 100 قرون بدم که چند هزار قرون که 3000 قرون که نه 3000 قرون که یعنی برکی پرد که یعنی نولب daha پرترد که 30,000 که نوسا اره 30,000 که دای حبی ما بدن که 1000 قرون 30,000 قرون که 300 حبی انسان بني بركي اشخاص بجمع 100 قرون بيچيه لفر لنرويج النرويج ب 100 قرون بيزا كي نكاري بخوي ناخوي 200 300 قرون حبايي لاسد 900 و 30,000 قرون بيتشكي خوشته اولو ما خدات بيجا اليكاريه بكن دست خودن دست هف داملا و داملا كي دبا قولا كاوي يعني ابيا نقطه اول امر اخر حصل في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه كتب التاريخ يقولون عام الرماد لم ينزل مطر كان هناك ريح شديد الريح يأتي بالغبار مثل غبار التراب عفوا غبار النار اسمه الرماد النار حينما تنطفي ما تبقى من النار يكون رمادا كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أرسل الرسائل إلى الولاة إلى مصر إلى الشام وإلى العراق إليهم وطلب منهم العون قال أعينونا وغوساء أعينونا نحن نموت هنا من العطش ومن الجوع تعاون
كيف كان تصرف المسلمين في هذا الوقت؟ لم يبقى أحد في مكانه قال لم يقل لا يهمني، بالعكس الوالي في الشام كان أبو عبيدة بن الجراح، في مصر كان عمرو بن العاص، كل منهم ركب على رأس الخيل مع آلاف الجمل وأتوا به إلى المدينة، قال أتيناكم نحن سنأتي. هذا هو تعاون. إذا كان منهج الصحابة في عهد الرسول يدعون المسلمين إلى أن يشاركوا بعضهم بعضا في هذه الآفة، لا يقول خلاص أهل هذا البلد فليموتوا، لا، نحن أمة واحدة جسد واحد، علينا أن نعين بعضنا على ما نحن فيه. فأتاهم العون والمدد من الشام ومن العراق ومن مصر إلى أن فتح الله عليهم. مسألة قادنة تسا تاريخ دا چه بود وقت حضرت عمر دا خلیفه بو، خدای عالم باران نشاند، باران نات حتی جرد بجن عام سال خالی وزانه چیه، حتی خالی آگر هر زواب بو بادهات خالی به هوا دهات، یعنی دگوتن سال خالی سال که آخر وانده دباریج بای زوابونه تشکینه ما حضرت عمر بنه چکر اسلام جوانا گوتیه و مسلمان برای هبن نبی علاقه مشتنینه مکتوب اجبی وقته جه زمان ایرو هم بیجن ولایت ایالت، یعنی باجار وی وقتی اوی دست مسلمان دا شام دست مسلمان دا بو، عراق کت بو دست مسلمان، مصر کت بو دست مسلمان. حضرت عمر مکتوب شام گو کرو مال خوشوات چه ولوی کیف بکن بخون و بقون لبرام بمرنج برچینا خوشوات دلی و قبول کفیا في مكتوبة هانيش تباغ راشان وسريدا جي عمري كري عاص ما أبي مصري والي بسلمانة نافي عمري قو يا كري عاص قول خشة تشيقو تلوي كيف بكي البازار بيخنبرا مش برشينا بمرن تشيد بو ساكينو و داويدا قو آلي كاري بكردي آلي كاري بعربي قو واغوساه، يعني آلي كاري ما بكن مرن كتابة تاريخ دبن 40,000 إنسان هاتبو مدينة 40,000 وقت وقت أنا بلكي 3 مليون به، يعني مدينة بخو بلكي جمارة يا 5,000 و يا 10,000 و 40,000 إنسان هاتن برچی. اوان صحابيات شكر هر يكيش باجار خو حيوانا و پره و خارنه و تشتا طوب كر، حتى كتاب بحثا كيت كن بحثا دبي عمري كري عاص 1000 حبدوه آني 1000 حبدوه تبي بارد هر دبي كي وكنا شاحينه كايرو لاستبيل هي او قصاب قيمت بو. جي شامع ابو عبيده 4,000 آني، جي عراقي 3,000 او قصهاتن و بصدا جميع بتوچكنا سفينه باخير بوان بالسر بحري دا مصري آنين گیشتنوان في شكل هانه حتى خواده هات رحمه اف مصيبت هانه در باس بو، يعني آلي كاري ایرو اف متودا که اسلام اجمرا چکرو سلمانه تطبیق کرد خوازی ایرو دناو مده ده زیده هبونا جکی چه باتا وی خیره هانه وی آلیکاری هانه بکرا حتی که انسان جتانگایی بفلتیانه اف جی تشتكي برج مرة لازمه. طبعا الناس أرسلوا كثيرا حتى فتح الله على المسلمين، وكان هناك أمر آخر الصحابة كانوا يعملونه. سيدنا عمر رضي الله عنه وزع الوظائف على الصحابة، لم يقل كل شيء في يدي، ولكن جعل الولاة قال أنت مسؤول عن هذه المنطقة وأنت مسؤول عن هذه المنطقة، وسنوزع ما يأتينا من المساعدات وزعوا على الناس. فهكذا بمثل هذه الأمور يستطيع المسلم أو الإنسان أن يتغلب على المصائب والمشاكل. وكان هناك أمر آخر اللجوء إلى الله والدعوة إلى الله عز وجل بأن يرفع عنهم المقت والغضب وأن ينزل عليهم المطر. نحن نمسك أو نتماسك أو نقوم بما يجب علينا من الأمور المادية قبله وبعده، ندعو الله ونتوكل على الله ونطلب منه الغوث والإعانة. هذا كذلك من واجب الإيمان، أن لا نقول سأقوم بأمر المادي وسأنسى ربي، لا أقول هكذا، فعلي الاثنين اعقل وتوكل، أقوم بالأسباب قبل البدء وبعد البدء وأثناء البدء سأعتمد وأتوكل وأطلب العون من ربي. هذا كذلك يجب علينا أن نستغيث الله وأن نتوسل إليه بأن يرفع عنا المقت والغضب وأن يفتح علينا وأن يحفظنا. تشتكي ديجي صحابيات كر في مقوية، يعني إسلام المرأة دي وظيفة خب بكن آليكارية بكن دستي خدريجيها بكن، و بشكل كي يعني
نبیجه برای یک نقطه که هر تشتی بکه وظیفه لها بلا بکن حیرا تلوی منطقه هانه تلوی کاره بکه تلوی منطقه هانه بکه تلوی منطقه بکه باری خو سبک بکه تشتکی دید کرن که ایرو ناوا مدا کیمه وقتی هم دکنجی ملت مد کنه دعا کرن دعایت کرن صحابیا ایرو جماعه عیبک ایرو بحث دعای بکید کنه و دبیل وان تماشا کن امکتنا کیجا زمان وانا بحث دعایت کن کرو دعا کرن دعا تشکیت کی تش خدات کی خدا کی خوای وی کائنات هانه هر تش دستی وی ده وی کائناتش بن کنترل خدا در نکتیه ایروجی اویاجی نقطه ما ضعیفه ام جو خدای خو آلیکاری ناخوازن مخابن اویاجی عیب ما ان مازنه یعنی ایرو جامع کی دا امام کی بجا کام دعا بکن یا ربی آلیکاری ما بکی ايش خاب بكن بيجي حيرة دعانك كافر ابدا من يروجي او قجاري ايمان دج او قسم ضعيف بونه حال بوكي ام جرا بزان من كائنات تف دست خدا دايه خدا هر تشید که اوی عرض حجی شید که خدای ایک باران دبارین خدای ایک هر تشید که خدای مثلا بینم بر شعب خود حال جی زلزله جوارا بجن فی بنی چبو چه قصه انسان بر خدا زانه چه قصه بنی دامانه خدا زانه ولكن د دوسا کو انا لوي سرمایه ها ملت ساره د دوسا وی سرمایه دا کو گرم بونا 30 درجه گرم بونا تی انسان کی ساخت بنوان اكاد دما تف جنيد مو تف عسلي وان خراد وتف بمرانا يعني ولكن حكمته خدا مصيبت جوانا شان والهبجي اني هواي جمدان گوشت وان خرانه بد بنوان بینای هانه دا چونکی بلکه انا خدا زانه چند هزار انسان دوی دانه هنک جون بلکه بو خاطر سرمایه نمرنه شب دیجی انسان ساخت درخستن شب دیجی انسان ساخت بنی درخستن نیکو گرمونه ما چه بگرا اره راست بین دنیا سارم دجمدن راست تجمدی اما بریندار تنامرن لاش تقرنا به جنازه تد بن بینای دا خرنا به ناحل کرب و کیزک ناکبنه کی يعني ام یاج بیر بات يعني حکمت خدا قال لكن ام گرش خدای خو آلیکاریه و رحمه سلامتی اش خدای خوشی بخوازن خدا بلا و مصیبت دور متبا بخینه صحت و عافیت بدا متبا ان شاء الله در خیر المتبا وك ان شاء الله نرجو الله ان يحفظنا من الفوق ومن تحت ومن جميع الجهات وان يحفظنا من كل مكروه ومن كل سوء وان يحفظنا بحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.